بدون دخول في تفاصيل كتير، معانا ومعاكم الشاعر عماد يوسف في قصيدة مواتية للأحداث بعنوان على فين مصرنا. زي ما كلنا محتاجين نعرف على فين مصرنا، فلنرى سويا كيف أجاب الفنان على هذا السؤال. نبدأ. مش شغال ولا ايه؟ مصرنا. لا يا بس تقريبا في سايب، هو في دقيقة احداث في اول الفيديو في دقيقة احداث، فهناخد الدقيقة معاه برضه عشان مفيش حاجة تفوتنا. على فين يا مصرنا؟ ليه الدخلة بتاعت المزيكا تحسها حاجة مكسيكي، عارف اللي مادونا. في حاجة غريبة في الدخلة. على فين يا مصرنا؟ يا وطننا، يا بلدنا، يا حبنا. على فين يا مصرنا؟ يا اللي احنا منك وانت مننا. يعني على فين يا مصرنا يا اللي انت وطننا وبلدنا وحب، يعني انت بتكلم ناس عايشة في المكسيك. ازاي نظلم بعضنا؟ ازاي نأذي بعضنا؟ ادور وحنا مننا. مسلم مسيحي ده وطننا. انا عايز افهم، يعني الكلام كله شبه بعضه لحد دلوقتي. يعني ادور وحنا مننا، مسلم مسيحي ده وطن، ما ادور وحنا مننا زي ده وطننا، زي ما انا مش فاهم حاجه، انا مش فاهم ليه اصلا يعني. وبعدين على فين مصرنا لحد دلوقتي كده احنا داخلين في المره ال12، فتقريبا هي سايبه لك البلد كلها وماشيه. كمان واحده على فين مصرنا وانا همشي معاها. احنا منكم وانتم مننا. ماشي. قلوبنا على قلوب بعضنا. 5 أكتوبر 73. أخي العزيز إدوار، من الجبهة على خط النار، مشتاق لرؤيتك، لا تنساني في الدعاء. أخوك عماد عبد المنعم. يعني أنا عايز أعرف مين على الجبهة وعلى خط النار بيكتب بقلم فلوباستر بالحجم ده؟ يعني أكيد هو كاتبها بالحجم ده عشان تبان في الكاميرا. يعني ده بقى أكيد أنا مش هبقى على خط النار وأقعد أكتب كل الجواب ده. لو بقول لك إيه، مشتاق لرؤيتك على خط النار، يعني عايز يجيبوا يقتلوا جنبه، مش فاهم. ويقول لك وطننا حبنا، واضح جدا بجرجر الراجل عايز يتخلص منه. بالنصر والثورة بنينا مجدنا. يلا نرجع همتنا لاجل ما نبني مصرنا. ده انت وطننا وبلدنا وحبنا. يا رب. انا عايز اعرف هم ايه فكرتهم عن الشعر في الحقبه الزمنيه دي. يعني الشعر كان مفهومه ايه في 2015؟ اعتقد يعني ما احنا كنا عايشين ما كانش بالشكل ده والله. مصرنا يا بهية بتجري في دمي وجوه فيا. بتجري في دمي وجوه فيا؟ ازاي انت ماشي بدم خارجي؟ يعني معلق كاس دم خارجي ولا ايه؟ ما هي في دمي، هي جوه فيا. انا حاسس ان انا كل الكليب يعني ما بقاش بقى الحته بتاعت مصر، لا كل الكليب شبه بعض، البيت شبه اللي بعده على طول. بيضرب تعظيم سلام عادي ومكملين. طياره. الله اكبر، الله اكبر، الله اكبر. نادينا بيها يوم العبور وعدينا بيها البحور. نزلت بيها ملايكة صول وانتصرنا بيها على عدو لدود. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. سلاحي دايما موجود، سلاحي دايما موجود. طلع ايه؟ طلع انت طلعت استاذ عماد. انت طلعت منين؟ ايه الفكرة؟ مين اللي فكر في الشوط ده يا جماعة؟ كان في فرقة الضفادع البشرية من الواضح كده. وقوات أقوى من أي سدود، وعيون بترصد، وعيون بترصد كل معتدي حقود. جنود بواسل على الحدود، خير جند الأرض بدمه بيجود. بطل شهيد، بطل شهيد. انا مش هتكلم طبعا الحته بتاعت الجنود، يعني وليهم منا كل الاحترام والتقدير، ناس بتضحي بنفسها وكل حاجه. بس انا ملاحظ ان هو عور نفسه وبدأ يكتب على العلم. طب ما كان كتب بالقلم الفلوماستر اللي هو كان معلم بعد بيه جواب لصاحبه، بدل يعني ما يعور نفسه. ما كفايه العدو، كفايه العدو اللي هيعمله فينا يعني. في جنة الخلود وبطل منصور في يومنا الموعود. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أغلى ما في الوجود عليها نحيا وعليها نموت.
هو اعتقد الطفل اللي بيتولد ده علامة ان هو يعني لما حد هيموت هيجيلكوا غيره، صح؟ بس مش فاهم يعني، جاي بيصلي فجأة طفل بيتولد رحنا على المنصة. انا معرفش ايه السياق او ايه مين اللي عمل الستوري بورد بتاعت الموضوع، معرفش ده لو في ستوري بورد يعني. وانتهينا من انتصارنا العظيم وابتدينا في همنا التقيل. العدل راح يا ناس، وشعبنا البطل خذلان. سبحان الله، الحيطان طلع لها ودان. سبحان الله، والله سبحان الله اللي الواحد بيسمعه. ايه القرف اللي طالع هنا ده؟ سبحان الله، الحيطان طلع لها ودان. شوف بقى قد ايه الواحد تعبان يعني. وشعبنا هو كل واحد يجي يتكلم على المصريين يروح جايب لي واحد صعيدي وواحد فلاح وواحد. ما خلاص يا جدعان بقى، بهدلتونا معاكم. عرفنا ان احنا متنوعين جغرافيا يا سيدي، خلاص بقى. مصرنا يا عم، هات صورة من فوق بالدرون لمصر وريحوا الناس اللي تعبانوا معاكم في كل كليب دول. بقى ساكت غلبان اهو. فين طيبتنا مع بعضنا؟ فين الحنان؟ ايوه احنا طبيعي كده، احنا مصريين. احنا كنا زمان لما نقابل بعض على الكورنيش ناخد بعض بالحضن، ما بقاش يحصل الكلام ده دلوقتي. انا عايز اعرف ليه انا والفنان. تعذبني ده انا ابن حتتك. عارف انت لو من منطقة تانية عذبني عادي، انما تعذبني وانا ابن حتتك مش ذوق والله ولا اصول. نسيت اننا جيران؟ كفاية ظلم. ده انا برضو انسان، ده انا بشقى لاجل ابني يبقى شبعان. منك لله. في كلام بيطلع بشكل غريب والله في وسط الموضوع، فاهم؟ فجأة في وسط انا شبعان وانت انسان وابن حتتك وبتاع وصعبان عليك ومش سامع. منك لله. عارف تحس ان مراتك دخلت الكليب فجأة. منك لله. ماشي عم الله يسامحك. خليت شعبنا مقهور تعبان. ده انا المصري مذكور في الحديث والقرآن في رباط ليوم القيامة، راسي دايما مرفوعة. هو اللي بيجي في المية كل شوية يعني، بحس ساعات ان ما عندهمش شطات يحطوها فبيعبوا من القديم، مش عارف. دايما مرفوعة، وعمري ابدا ما اكون جبان. العسكري اللي هو الجندي العدو اللي غالبا يعني اسرائيلي دخل معاه السلاح على الفنان عماد. انت واحد معاك سلاح طبيعي هتمسكه وتروح ضارب طلقتين. مش عارف ليه العدو هنا قرر ان هو يستخدم السلاح كشومة ونازل بيه على دماغ استاذ عماد. يعني ما تديله طلقه يا فندم، ويعني اعمل جميله في بس هنا بقى الفنان طبعا راح مستلق بينه السلاح زي ما احنا شايفين. اداله بقى، بص خدت بالك انت، دي مازنجر دي، فاهم؟ اداله واحده كده نزل عليه قطم له ظهره. ده 10 نشان ياخده في الكليب. كل تقريبا ما يضرب واحد ياخد نشان. على اخر الفيديو هيمسك رئيس اركان. لا يا باولو منتج يا باولو. وقامت ثورة الشبعان والجعان والمقهور والغلبان. بيقول لك وقامت ثورة الشبعان والجعان والمقهور والغلبان. طب انا عايز اعرف الشبعان هيطلع معاهم ليه؟ يعني ده تلكيك الصراحة. 25 يناير صحة النايم في سوريا وليبيا وكل مكان. زلزلة الأرض. طب على فكرة والله كان في جملة حلوة، يعني انت قلت في كل مكان وجي بعدها صورة للي هو عمر سليمان. طب ما كنت قلتها. كانت هتبقى لذيذة يعني. بص، صحة النايم والجيران في سوريا وليبيا وكل مكان. زلزلة الأرض. زلزلة الأرض وطلعت لنا عمر سليمان، كانت هتبقى أحسن. زلزلة الأرض تحت أقدام الظالمين. خرج الشعب كله، شبعانين وجعانين، مسلمين ومسيحيين، صيادلة وجراحين، علماء ومهندسين، بتوع لغات وسباكين. مش عارف انت مين ولا احنا مين. يلا بينا نكمل الكليب المتين. نساء رجال أطفال شيوخ في التحرير نايمين، على الجوع والعطش دايما صابرين، وشباب ليل نهار
دايما صاحيين للفدا والتضحية مستعدين، ما هم شباب على صنع الأمجاد قادرين. انا زهقت والله من القافيه، يعني انا مش حاسس اصلا في قافيه. هو في ناس اصلا من اللغويين بيقولوا انك لما تحط النون اللي هي بتاع الجمع والتذكير ومش عارف الحاجات اللي هي بتاعت السنة، فده ما يعتبرش شعر. يعني انت مثلا عندك الحاجات اللي هي بتاعت الجمع مثلا، فلما بتحط ت في الاخر فكل حاجه هتجمعها يبقى في اخرها ت، فدي ما تعتبرش قافيه لان انت عاملها بالعافيه. طب والله دي حلوه، ما تعتبرش قافيه لانك عاملها بالعافيه. شعارنا الجديد. وهبهم رب العباد قوة الصالحين، اسمعوا لقول الحق وإن جندنا لهم الغالبون، واسمعوا لقول الرسول الأمين كونوا كالبنيان المرصوص. أبدا أبدا. هو ليه جايب حاجات من احنا بتوع الاتوبيس؟ وده علاقته يعني؟ مش فاهم حاجه. أبدا أبدا، مش هنشوف الذل تاني، مش هنشوف الذل تاني أو نعيش مقهورين. والله الراجل عارف ان لا يا عم عين ايدك بقى، يا عم شيل ايدك بقى، تعبتني كتفي اتملخ من كل. انت بتكرر بتكرر الطبطبه زي الكلام. كفاية يا ظالم، ده انتقام رب العالمين، ونعم ده بالله. انتقام رب العالمين. شمس الحر ايه ده؟ ما لهاش مره تالته. ده انت رب العالمين، ده انت رب العالمين وكمل. دي حاجه غريبه جدا. أكيد طلعة رغم أنف الظالمين ورغم أنف الحاقدين. ما هو ليه ما قلتش ورغم انف الشبعانين ورغم انف الجعانين ورغم انف اللي قاعدين واللي قايمين واللي نايمين؟ عادي، ما كله هيمشي بقى، كله هيمشي. اي حاجه تقولها ماشيه. باشا اتفضل يا باشا اتفضل. تقريبا هو بقى الكليب كله كده على المزيكا. كالعادة كلمات وأداء الفنان عماد عبد المنعم. عشان لو ما خدتش بالك هنشوف بقى باقي الحاجات فيها صلاح في فراغ تحت. انا دايما بلاحظ ان الانتاجات بتاعته غريبه، يعني فاهم؟ انتاج ايجيبت كار، والفيلم كان انتاج اتش 2 او جيم، يعني كلها شركات بتاعت يعني فاهم، حاجات تجاريه. مش عارف ايه اللي بيدخلها في الفن، بس تمام. احمد هيبه اداء تمثيلي، عماد يوسف، ادوارد فؤاد بولس، محمود الشابوري، وليد محمد الناس دي كلها طلعت امتى؟ دول عساكر اللي كانوا في الفيديو ولا ايه؟ يعني ملابس عسكريه حماده عساكر. انا مش عارف يعني ليه ملابس، اصلا انت لو رحت رمسيس هتجيبهم من هناك، ما كانتش محتاجه ملابس يا فنان. كمان كان في انتاج. باسم شاهين مهندس الصوت، خلي بالك ده اللي شغال كل الشغل بتاع الفنان. تحيه وتقدير بقى الاستاذ باسم شاهين على الروائع اللي اخرجها لنا. بس عايز اشكيله شكوى بسيطه، ان الفيديو اللي فات كان جالي كوبي رايت عليه من تركيا بانهم سارقين مزيكا تركي. معلش هو مش سرقه، اقتباس، فركز وانت بتقتبس عشان محدش يزعل. وبيقول لك شكر خاص للباخره اكواريوس ولا مش عارف كام. طب فين الباخره؟ انا ما شفتش باخر في الموضوع، ولا الحته اللي احنا كنا فاكرينها كورنيش دي تفتكروا هي الباخره؟ ما علينا يعني، مش مهم، مش هتفرق كتير في السيكونس اللي احنا شفناه ده. كالعاده لا زال الفنان عماد يوسف مستمر في ابهارنا ويتحفنا باشياء لم نكن لنراها ولن نكون لنراها ولا نرغب في رؤيتها، ولكن يظل الفنان قيمة وقامة وأثر في تاريخ الغلابة بشكل كبير. فده نرفع له على القبعة ونديله التحية ونقول تستنونا في ملخصات غلابة تانية. وما تنسوش قبل ما تخرجوا تعملوا لنا لايك وشير وسبسكرايب على اليوتيوب، وسلام.